بصوا يا جماعه بقى، الزمالك فرقه بصراحه انا زهقت منها. دايما نبقى بنكسب فرق العالم كلها، وبنكسب في افريقيا، ونكسب الفرق المصريه، ونكسب في السعوديه، نكسب الاهلي السعودي، ونكسب كل الناس. نيجي عند الزمالك وبالذات في الماتشات المهمه، يعني بالاخص في ضربات الجزاء، بتصادف كل مره تيجي كوره مهمه يلعبها مصطفى فتحي وتيجي في العارضه. انا مش فاهم الحظ بتاعكم ده ايه. فان شاء الله النهارده باذن الله ما نوصلش ضربات جزاء والماتش يخلص 1-0 لبيراميدز. ده اللي انا بتوقعه ان شاء الله النهارده. عايزكم كلكم تقولوا لي في توقعات مين اللي هيكسب، الزمالك ولا بيراميدز؟ وماتش الاهلي وسيراميكا مين اللي هيفوز فيه؟ انا عن نفسي بتوقع ان الاهلي النهارده هيكسب 2-0 عشان يفوق ويرجع تاني لمستواه بدل كميه التعادلات اللي فاتت دي كلها. وفي نفس الوقت انا بقول بيراميدز هتكسب الزمالك 1-0، والنهائي هيبقى بين بيراميدز وبين الاهلي. عايزكم كلكم تقولوا لي توقعاتكم، النهائي هيبقى بين الاهلي والزمالك، ولا بين بيراميدز والاهلي، ولا هيبقى بين سيراميكا وبيراميدز، ولا بين الزمالك وحد تاني؟ كله يقول لي في الكومنتات. شجع بيراميدز.